عمرك فكرت إن ممكن تكون بتاخد ذنب من غير ما تعمل معصية؟ الذنب ده علشان بتظلم جسمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا مش بس في العضلات، القوة إنك تثبت نفسك، تحافظ على صحتك، وتبعد عن كل اللي بيهلك جسمك. لما تسهر بدون سبب، لما تاكل أكل يضرك، لما تهمل رياضتك، انت بتضعف نفسك من غير ما تحس. ربنا بيقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني أي عادة بتدمر صحتك ربنا مش راضي بيها أصلا. ابدأ دلوقتي خطوة واحدة بس: نام بدري، كل أكل صحي، اتحرك شوية، لأن دي مش رفاهية، دي عبادة، لأن صحتك هي اللي هتقوم بيها وتصلي وتذاكر وتنجح. وفي الآخر مفيش أغلى من صحتك، ولا في حاجة تستاهل إنك تضيع اللي ربنا وهبهولك. عامل جسمك عليه إنه نعمة، وخلي كل خطوة في الحفاظ عليه نية لوجه الله. خليك رحيم بنفسك، نام كويس، كل كويس، واهتم بنفسك قبل ما تهتم بشكلك. ولو تعبت ارجع لربنا، هو اللي بيقوي وهو اللي بيشفي. اللهم اشف أجسادنا من كل ضعف، واشف قلوبنا من كل هم، واجعل صحتنا عونا على طاعتك يا رب العالمين. السلام عليكم.